في الاخر ديال 2024 25 شنو هما العملات اللي غادي يطلع القيمه ديالها، من الاخر شنو هما العملات اللي غتربح منهم العاق. هذا الشيء اللي غنشوفوه في هذا الفيديو. قبل ما نشوفوا شنو هما هاد العملات، كاينين بزاف العوامل اللي كتاثر على قيمه العملات الرقميه. ما بين هاد العوامل اول حاجه التكنولوجيا اللي وراء هاد العمله. التكنولوجيا هي العمود الفقري ديال العمله. العملات الرقميه اللي عندها مشاريع مبتكره تكنولوجيا هذه عندها فرصه كبيره انها تزاد القيمه ديالها، بحال كنت تقول سنوب دوغ، كونور ماغريغور، انهم غيديروا واحد الفايت. على من غادي تقمر؟ واحد كيكمل 7 ايام في السيمانه وواحد كيتريني 7 ايام في السيمانه. هنا الربح مضمون 99%. مثلا ايثيريوم عنده واحد التكنولوجيا هربانه، وهاد التكنولوجيا اللي هي العقود الذكيه سمارت كونتراكتس اللي كتوفر خدمات ماليه لا مركزيه بلا تكنولوجيا قويه. العمله كتكون صعيب عليها انها تقنع المستثمرين، وهنا خصك ترد البال لهاد العوامل. السرعه في المعاملات، العملات اللي كدير معاملات بالزربه بحال سولانا كيفضلوها المستثمرين. العملات اللي كتوفر حمايه عاليه للمستخدمين كتكون مبنيه على التكنولوجيا اللي كتقاوم الهجمات، وهاد الهجمات بطبيعه الحال الكترونيه، وهنا كتجذب مستثمرين اكثر. هذه الحاجه الثانيه اللي خصك تعرف اللي هي الشراكات والاستثمارات. واحده من العوامل المهمه كتشوف واش العمله عندها شراكات قويه. كيفاش؟ الى العمله عندها شراكات كبيره ومستثمرين معروفين، هادشي كيعطيها مصداقيه كبيره في السوق. مثلا العملات اللي كتعقد صفقات ديلز مع شركات كبار بحال ميتا، مايكروسوفت وابل غادي تجلب انتباه والتمويل. مثال اخر سنوب دوغ سبونسور اوفيسيال ديال ماربور، والسبونسور ديال ماغريغور ريد بول اي سبورت. يعني كاين واحد الاختلاف. الشراكات الكبار كتساعد في تنفيذ المشاريع والزياده على الاعتماد عليها، وهذا الشيء كيزيد في القيمه ديالها. بحال بوليغون عندها شراكه مع ميتا وديزني. ثالث حاجه القوانين والتنظيمات. قوانين عندها تاثير كبير في السوق ديال الكريبتو. الدول اللي كتدعم العملات الرقميه كتعطي فرصه للسوق الكريبتو انها تطلع القيمه ديالها، ومن جهه اخرى الدول اللي كتفرض قيود صارمه للعملات الرقميه كتقدر تسبب في النزول ديالها. مثلا ملي الصين فرضت قيود على التعدين كريبتو، هادشي اثر على السوق بواحد الطريقه ما هياش. على العكس الدول اللي كتخلق بيئه مواتيه بحال الامارات ولا سنغافوره كتشجع ابتكار الكريبتو وتجلب مستثمرين. دابا غندخل في موضوع اللي كيتسناه الاغلبيه، العملات اللي عندهم واحد المستقبل زاهر وغيدير بوم. ولكن ما تنساش هادشي راه ما مضمونش. العمله الاولى اللي هي البيتكوين. بلا شك ان البيتكوين هو الليدر ديال السوق كريبتو، وكيتوقعوا بزاف المحللين ان الكريبتو هذا العام يقدر يوصل 800,000 دولار. ومن الاسباب الرئيسيه هو البيتكوين هالفين، يعني البيتكوين تقسم على جوج، واللي كيقلل المكافآت اللي كياخذوها هذوك اللي كيديروا التعدين. وهذا كيؤدي ان كتولي البيتكوين نادره وكتولي في زياده في الطلب، وهذا الشيء كيؤدي ان البيتكوين يولي نادر في السوق، وهذه الحاجه كتزاد القيمه ديالها. وكما قلت لكم ان البيتكوين يقدر يوصل 800,000 دولار من هنا للاخر ديال العام. العمله الثانيه اللي هي ايثيريوم، هي مورا البيتكوين وعندها واحد الشعبيه هي تبارك الله، وخصوصا مع التحديثات اللي كدير على الشبكه ديال النيتورك ديال بحال لاير 2 اللي كتعزز سرعه المعاملات وكتقلل التكاليف. وبما ان قلت التوقع ديالي بيتكوين 100,000 في الاخر ديال العام، غنقول حتى الايثيريوم التوقع ديالي 3200 دولار من هنا للاخر ديال العام. والعمله الثالثه هي عندها واحد الشعبيه اللهم بارك. سولانا من العملات اللي دارت البوز في السنوات الاخيره بفضل سرعه المعاملات ديالها والثمن اللي كان رخيص، والتوقعات ديالي حتى هي غتكون 200 دولار من هنا للاخر ديال العام. والعمله الرابعه دابا هي بولكادوت، هي واحد الشبكه كدير التواصل بزاف ديال لي بلوك تشين، كتسمح ليهم يتواصلوا بواحد الطريقه سلسه. وهذه التقنيه هي المستقبل الانظمه اللامركزيه، خصوصا ان العدد التطبيقات غادي وكيتزاد مع بولكادوت، وممكن العمله توصل حتى ل 10 دولار من هنا للاخر 2024. ولكن هذا الشيء اللي قالوه محللين، انا كنقول الثمن ما غتفوتش 8 دولار من هنا للاخر ديال العام. العمله الخامسه اللي هي دوج كوين، بالرغم انها بدات ميم كوين ولكن ولات عندها واحد الشعبيه كبيره خصوصا مع الدعم شخصيات بحال ايلون ماسك. العمله بقات مستقره في 2023، ولكن المحللين كيتوقعوا الدعم مستمر للمستثمرين لهذه العمله، واللي غادي يخليها تطلع حتى ل 0.33 دولار. هذا الشيء ماشي في عام 2024 لكن في عام 2025. وهنا بزاف المحللين كيتوقعوا بزاف اثمنه ديالها. هنا غتكون سالت الفيديو ديالنا، ما تنساش دير ابوني للقناه. كان عندك شي سؤال خليه في كومونتير، دير لايك. تلاقاو في الفيديو الجاي. طحان.